إصدار شهادة 33% بالبنوك معفية من الضرائب، هل هي مميزة لأصحاب شهادات 18% لربطها؟ تعالوا نشوف تفاصيل الشهادة وإزاي نربطها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أهم المتابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك وأسعار الفايدة، أخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسبق الأحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل، ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. بسبب بداية استحقاق شهادات 18% وإرسال البنك الأهلي لجميع مستحقين الشهادة عن اقتراب موعد استحقاق الشهادة، وتحذير بعض العملاء من الحجز على الشهادة وتجديد الشهادة تلقائيا على أعلى عائد شهري موجود بالبنوك، وذلك بسبب المديونية للبنك. وبعض العملاء قاموا بأخذ قرض بضمان الشهادة بفترة أطول من مدة الشهادة، فلن يتم صرف استحقاق الشهادة في موعدها إلا بعد سداد المديونية للبنك. وأيضا أصحاب كروت المشتريات وبطاقات الائتمان ممن لديهم مديونية للبنك يجب عليهم عمل مخالصة بهذه المديونية حتى يتم استحقاق الشهادة في موعدها. وهنا سؤال، لو البنك جدد الشهادة تلقائي، ايه اللي اعمله عشان استحق الشهادة؟ عليك التوجه فورا الى البنك لمعرفة المديونية لديك وعمل مخالصة، ولديك الحق في كسر الشهادة في اول شهر بدون خسارة، دون انتظار 6 شهور لأنها مجددة تلقائي. أما عن سؤال بعض العملاء، هل شهادة 33% المعفية من الضرائب هل هي بديل لشهادة 18%؟ لازم تعرف إن الشهادة 33% اللي بيصدرها البنك العربي الإفريقي هي شهادة ليست شهرية، فهي شهادة تراكمية لدى البنك لمدة 3 سنوات، وهي ليست بديل لشهادة 18%، لأن شهادة 18% لمدة عام واحد والفايدة فيها شهرية. وهنزل لكم كل يوم فوائد الشهادات الجديدة وبديل لشهادات 18% على القناة، فتابعونا وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك والشهادات بفوائدها. انتظرونا، إلى اللقاء.